حرفيا 100 مليون شخص بيقول لي نسيت المقدمة. يلا نكمل. جماعة 100 مليون شخص بيقولوا لي انتي ازاي شعرك بصوا حلو كده، بص مفيهوش قشرة، والله كأنه باروكة او اكستنشن. بصوا وتقيل وقصير بس بيطول جدا ما شاء الله. وممكن توريني المنتجات اللي انتي بتستخدميها؟ طبعا انا ما هوريكم المنتجات اللي انا هستخدمها. من عيني من عيني من عيني. ثانية واحدة. اول حاجة، تاني حاجة، وحتى نوع المشط هقول لكم نوع المشط. في مشط ده بتعمل تشابك جدا وشكلها حلو جدا. وبصوا ودي الشعر متشابك والهيش كمان ومتقص. استنى عشان الشعر من عشان ميبقاش وعجتي عشان استنى. بص في عيوني حنان بس اول حاجتين، اول 4 الحاجات كبيرة قوي. بتاع وقعت. دي اول حاجة. تاني حاجة، تالت حاجة بدوي بس عادي. سكر شهتمكر صعبكر يا بصي في عيوني بحنان وساعتها بس تفهمي. ضايعينهم كمريتي من حكايتي. تعالوا بقى يا حلوين بقى موريكم شامبو الفيف. شامبو الفيف الشامبو خطير، حلو قوي، بيرطب جدا 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 جدا، بيرطب وريحته حلوة جدا. 9/10. لا 10/10 والله ما كنت اقصد ده. بصوا مكتوب عليه ايه؟ شامبو فائق للمعان، رقم هيدروجيني حمضي جوه 3% بس، مركب مع حمض الجلاكوليك، يترك الشعر بمظهر صحي ومرتب للمعان فائق. طريقة الاستخدام: ضعه على الشعر المبلل، دلكي فروة رأسك بيض ثم اغسليه في حال ملامسة العينين، يجب اغسالهما بالماء فورا، لا يصنع الأطفال دون 3 سنوات. شامبو الفي ملحوظ رقم 140 أو 139 بس عادي يعني مفتش في جنيه. أول حاجة شامبو الفي. حمام كريم مينك، ما تجيبوش حمام كريم الفي. مينك هاتوا مينك أحسن الحاجات. مينك 9/10، بيرطب قوي 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 بس ريحته مش ثابتة قوي. حمام الكريم ده لقيت حبة واقعين على الوش بس يلا. 100/10 والله 100/10. وجي دور السيروم اللي هيخلي شعرك في حتة تانية خالص. السيروم ده بتاع أملة. انا غبية قوي. انا سكر شهد مكرر زود كر. ملحوظة ما تحطيش السيرم، حطيه على الشعرية نفسها، يعني حطيه من اول هنا كده
بس ما تخليهوش يجي على الحته دي، او حاولي ما تخليهوش يجي على فروه الراس ذات نفسها عشان ما يعملكيش قشره، وقشرته رهيبه ما بتروحش. انا اول مره في حياتي استخدم شامبو الفيف، لسه ما استخدمتوش، لسه جايباه امبارح، جايباه النهارده سندي. يا لهوي جمدان، يا لهوي. اوكي زي كده دي كلها دي كل الحاجات دي خاصة بمنتجات العناية بالبتاع بالشعر. والمشط دي بقى بفكر اعمل سكراب. فين سكرابات الجسم؟ بفكر اعمل سكراب. بصوا انا عامه دلوقتي انا عارفه طريقه السكراب، طريقته سهله قوي وحلوه قوي وسريعه قوي. بصوا الشعر مكثف ازاي، مجعد قوي، مجعد موت الموت. مسكت شهد مكرش صعبت كرش. او ماي جاد، هتخش ناس تكتب لي انت شعرك سايح ولايح. اول مره في حياتي انا جايبه المنتجات دي كلها النهارده ولسه ما جربتهاش، بس الناس بتقول عليه 10 من 10 وكده. بصراحه انا مش بثق في كلام حد، مبقتش بثق في حد، والله ما بقيت بثق في حد خلاص، كلكم غدارين. يلا بينا افككوا بقى من كل ده، يلا بينا نعمل سكراب. سكراب مكون من شاور جل، انا عارفه من سكر والشاور جل وكده. استنى هروح اجيب مكونات السكراب وجي قلتلكوا جبت كريم، جبت سيرم، جبت الفيف، جبت منك، جبت مشط، لسه هجيب سيرامات اكتر واكتر. انا عاوزه شعري ده يبقى في داهيه تانية خالص. هجيب السكراب ويجي